بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حياتي، مرحبا بكم في قناتي دائما مع الساهل والبنين مع أم محمد عبد الرحمن. نرحب بكم وين ما كنتم تشاهدوني، نقول لكم ألف مرحبا. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. بلا ما نطول عليك، كما راك تشوفي في الصورة اليوم جبت لك وصفة المحاجب حارين وسخونين الله 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 عليه. صدقوني ولاو ياكلوهم لي مطاطش، يعني كنت مازال ما كملتش الطياب كامل، قلت نصور هذو الحبات افضل، ما اني من بعد ما لقاش نصور. شوفوا خرجوا لي ما شاء الله، يعني ونوعيه السميد مختلفه على اللي مالف نخدموها به. انا اليوم خدمته بالسميد المتوسط وخرج لي نتيجه ولا اروع. فقط فضلا وليس امرا، اذا كنت اول مره تزوري قناتي ما تنسينيش من الاشتراك في القناه، واذا عجبكم الفيديو شتوني يستاهل ما تساوليش من تعليق او اشتراك او جام، يعني ما تبخلوش عليا لانه راح نمد لكم افضل وافضل. كما راك تشوفين نبداو الطريقه تاعنا. بسم الله توكلت على الله. شوف ديت 3 عبار سميد متوسط. السميد تاعي ماهوش بودره، ماهوش هذاك اللي كنا نخدموا به المسمن والمحاجب زمان، يعني ماهوش هذيك المسيمده، هذا راه سميد متوسط. كنت غربلتو ديت منه 3 عبار. شوفي العبار اللي تديه انت حره، تقدري ديري تعبري بعبر كبير كما تعبري بعبر صغير كما تحبي. ليسانسيال كل وحده تعرف افراد العائله نتاعها. هذوك 3 عبار سميد غربلت عليهم 3 عبار نتاع فرينه بنفس الكيل، يعني الكيل راه نفسه كملت به. ديت 3 سميد و3 فرينه، وكما تقدري ديري غير 2 سميد و4 فرينه، يعني انت حره. وما كاين المحاجب تاع السميد وحدهم والمحاجب تاع الفارينه وحدهم. يعني اللي بغات الوصفه تطلبها ان شاء الله في التعليقات، واي وصفه يعني بغيتوها تقدروا تخلوها لي في التعليقات ونلبي لكم طلباتكم ان شاء الله. شوفوا انا راح نجانس بين هذاك السميد والفارينه اعلاه باش من بعد كي نعجنهم نمشي نعجن الفرينه وحدها والسميد وحده، يعني تجي واضحه في العجين وما يجيش العجين تاعنا متجانس. انا المواد الجافه نخلطهم مليح مليح ومن بعد نضيف عليهم كميه من الملح. يا اختي كل وحده عينها ميزانها، كل وحده تعرف الكميه تاع السميد تاعها اللي دارتها. يعني الملح مانيش راح نعبر لك، ممكن انت ما تديش نفس العبر معايا. وضفت عليهم ربع ملعقه قهوه، ربع ملعقه قهوه على راس المغرف تاع القهوه نتاع خميره الخبز، وضفت عليها ملعقه قهوه نتاع سكر. خميره الخبز تعاونك من بعدك تولي تدلكي فيه وكي نولو نفتحوا فيه ايضا، والسكر يعطي له هذيك التحميره الشابه الله الله. ومن بعد نجو نخلطوهم، واني راح نعجن بالماء عادي، ماهوش سخون ماهوش دافي ما والو، من الحنفيه ديريكت. كي نكونوا في فصل الصيف يكون يعني الماء عادي نديروا به مباشره. ابار اذا كنا في الشتاء وكان الماء قاصح بزاف بارد بزاف، اللي شويه تنحيلو هذيك القصوحيه، يعني يمشي يدفع. كما راك تشوفي انا الصحن تاعي راه صغير، عجنت هذاك اللي عجنته حطيته بجهه وزدت كملت الباقي. بعد اللي عجنته ماني راح ندلك فيه، ماني راح ندير والو، فقط هذاك العجين نخلطه ونجانسو مع بعضه حتى نتحصل عليه رطب ما كاش دقيقه، غير خلطته برك. ومن بعد انا راح نحطه في كيس بلاستيكي ونخليه يرتاح. يعني لما نخليه يرتاح هو اصلا راح يعطيني الطوع ويخليني نخدمه. يعني كي نجي نخدمه يخليني. بالنسبه للعجينه البنات ما تكونش قاصحه وما تكونش طريه، لو كان تكون قاصحه من بعد تغبنك سيغتو، خصوصا انه هذا السميد شويه خشين ماهوش رطب، من بعد كي نجيو ندلكوها تغبننا بزاف. ولو كانت تكون جاريه يعني تكون طريه ومشي حكمه روحها، كي نجيو نبغوا نحلوا الوريقات تاعنا راهي رايحه تتقطع لنا الورقه وما يخرج لناش محاجب. انا خليتهم يرتاحوا. في هذاك الوقت جبت بصيله، يعني بصل قطعته شرائح ولا قطعيه كيما تحبي، الا بغيتي تميكسي الخليط نتاعك، وخليته حتى ذبل. كي ذبل درت له شويه ملح، يعني حسب كميه البصل. علاه ما نديروش الملح في الاول، لانه كي نديروا الملح مع البصل يحرق لنا الماء وما تجيناش فيه هذيك البنه الشابه تاع البصل. على بها خليت هذاك البصل حتى يذبل، ومن بعد حذري نحرق ويعطيك المروريه. بعد كي ذبل درت له شويه ملح، درت له ملعقه طماطم مصبره معمره مليح، ودرت له شويه عكري حار. ومن بعد خلطته. بعد اللي خلطته وحسيتها شغل تقلات لي مليح، يعني تقلات لي مليح في هذاك الزيت والبصل. ضفت عليها طماطم اللي كنت ديجا رحيتها، كنت رابيتها. ومن بعد خلطت مليح، وايضا كنت دايره سنينه ثوم كنت قليتهم مع البصل. وبعد اللي خلطته مليح
ضفت عليه قيس نصف كاس من هذا الكاس اللي عبرت به تاع 220 ملل تاع ماء، غطيته وخليته يبقبق. في هذاك الوقت انا عاودت وليت للعجين تاعي كيما راك تشوفين، نحط شويه ماء في البلون دو طرافاي تاعي ونقضب العجينه تاعي، ندلكها واحد 10 دقائق ولا حتى تحسيها طرات معاك، وفي نفس الوقت تسمعيها تطردق. يعني كي تولي تخدمي فيها تحسيها تطردق. شوفي تبعي نفس الطريقه، فقط شمخي بيديك بلودون طرافاي تاعك. كيما قلت لكم انا شويه قصحته مي عالجتها بالماء، يعني قعدت ندلك فيه غايه انفتح لي. علاه قلت لكم ما تقصحوش لانه هذا السميد شويه خشين، ما ساعدنيش في الدليك، تعبني بزاف. ولو كان هذاك السميد الرطب يعني مانيش راح ندلكو بهذه الطريقه بزاف. شوفوا انا حنقطع لكم المقطع لانه راه طويل بزاف. ليسونسيال دلكيه مليح حتى نتحصلوا على واحد العجينه في الاخير انا حنوريها لك الان بعد اللي ندلكو كامل انا حنوريها لك. هذيك العجينه تكون طريه وديجا مشات معايا وانخدمت معايا. شوفوا لهنايا راهي فتحت معايا العجينه بارابور اللي كان. شوفوا كيفاش راني نخدم فيها، يعني راني نديها ونقلبها كيما نحب. شوفوا كيفاش طرات معانا. نزيدو نكملوها غير شويه حتى نحسوا هذاك الوجه تاعها ولا املس ورطب. يعني كي نحسوها خلاص في هذاك الوقت نقولوا عليها باللي تحصلنا على هذيك العجينه المناسبه اللي نخدموا بها المسمن. لو كان نخلوها قاصحه كي نجيو نحلوا الوريقات تاعنا ما تبغيش تحل لنا وتقعد لنا كيما الخبيزه، يعني ما توليش رقيقه كيما تاع المسمن. ولو كان يعني ضروري انه نطروها شويه. شوفي جبت هذاك الصحن نفسه اللي خدمت به، درت فيه شويه زيت، حطيت فيه هذيك الكره دهنتها من الفوق، غطيتها بساشي بلاستيكي ونخليها ترتاح اقل شيء 10 دقائق ربع ساعه، ونجو نكوروها مع بعضنا. يعني ضروري انها ترتاح. انا صراحه كاع خدمتي والله ما خليتها ترتاح لانه كنت ديجا روطار، كنت مقلقه في الخدمه على بها. يعني ما خليتهاش تحت بزاف ليه وقعدت نخدم. شوفوا انا حنديرها كرات، حجم الكره كبير صغير انت حره. انا المحاجب تاعي يعني درتهم كبار، الله اعلم جاوني قيس زوج من هذوك، الله اعلم يعني جاوني الله اعلم قيس كل حبه قيس زوج من هذوك اللي ينتباع. باسكو انا كبرت الكره بزاف، وانتم الا بغيتو ديروه اللي تبغي ديروه كمشروع ولا تصغر الحبه. يعني عارفه برا باللي ما يبيعوناش هذوك الحبيبات اللي يكونوا كبار بزاف. شوفوا انا كورت كامل العجين اللي عندي ومن بعد غطيته بكيس بلاستيكي خليته يرتاح، ونروح بعد ما ارتاح على الاقل ايضا خليه يرتاح واحد 10 دقائق هكذاك باش تعطيك الضوء وتنخدم معك. شوفوا انا والله ما خليته ارتاح بزاف بصح شوفوا خرج لي العجين ما شاء الله، يعني راهو يمشي معايا الله يبارك. بديت بالحبه الاولى كامل اللي خدمتها، حطيت شويه زيت في البلون دو طرافاي تاعي، ومن بعد جيت نخبزها بهذه الطريقه، ومن بعد راني رفدت غير بيدي وهي تمشي معايا. شوفوا بعد اللي فتحتها رقيقه، ما تكونش رقيقه بزاف، ليسونسيال تكون ما تكونش رقيقه بقلاوه ولا مسمن، تكون فوق من المسمن غير شويه باسكو هذا محاجب. ومن بعد راني راح نطويها بهذه الطريقه على سنين. راح نجيب الطرف الفوقاني نديرو للوسط والطرف التحتاني ايضا للوسط، ومن بعد نجيب كميه من الحشو ونحطها في الوسط كما راك تشوفي. بالنسبه للحرانه ما درتوش يطيب مع الصلصه، علاه لانه يعني ما يقدروش الذراري ياكلوا الحار. على بها هذيك الصلصه من بعد قسمتها على 2، بعد اللي بردت باش نخدموا بها قسمتها على 2. نصها خليتوها هكذاك يعني ماوش حار درتها للذراري، والنص الاخر قطعت فيها غير هكذاك الحار. شوفوا هذيك الخبزه الاولى اللي خدمتها خليها ترتاح. شوفوا حطيتها بجنب مانيش رايحه طيبها مباشره، علاه لانه كي نحطوها ما تكونش مخبوزه معنا مليح. انا نخليها على الاقل 5 دقائق هكا ترتاح باش كي نجيو نخبزوها تمشي معنا. شوفوا نعاود حبه واحده اخرى بنفس الطريقه. شوفوا كيفاش نفتحها غير بيديا راح تمشي معايا، ومن بعد ندير شويه زيت نمسحها على الوجه تاعها كامل بهذه الطريقه، ومن بعد انا راح نطويها بنفس الطريقه على الوسط. نجيب ذاك الفوقاني ونهبطو لتحت، ونعاود نجيب هذاك التحتاني نعاود نطلعو الفوق للوسط. الصوره معبره يعني شوفي في الفيديو تفهميني. ومن بعد نمشي هذاك الورقه نتاع العجين تاعي يعني نمسحها بيديا فقط، ومن بعد نجيب شويه من هذيك لاصوص. تقدري تكسري تقدري تقلي كل وحده وكيفاش تحب. انا ما رحيتهاش، اللي تبغي نتيا مرحيه خليها رحيها، سينو ديري كيما انا خليتها هكذاك بصل كامل
يعني باش نريح. شوفوا وطويتها بنفس الطريقه اللي خدمت بها الاولى. درك هذه يعني راح نخليها ترتاح ونعاود نرجع نخبز الخبيزه الاولى ونعاود نحطها مباشره في الطاجين اللي ديجا يكون سخون. شوفوا ملي راني نخبز فيها غير من الاطراف، ماشي راح نخبزها في الوسط. علاه؟ لانه لو كان نخبزها في الوسط راح ترقق لنا كي نجيو نرفدوا الحبه تاعنا راح ترقق لنا. واللي تكون مبتدئه تقدر تحط بابي كويسو ولا وتخبز فوقو ومن بعد ترفدها بالبابي هذاك باش ما تمشيش معاه. شوفوا انا حطيتها مباشره في الطاجين، وبعد اللي حطيتها في الطاجين بديت نخبز فيها ايضا من الاطراف. طيبتها من الجانبين يعني حتى تحمرت لي، عاود قلبتها. شوفوا كيفاش من تولي طيب تولي هكا دير في واحد الفقاعات يعني ما شاء الله. شوفوا كيفاش مورقه يعني خرجت لي رائعه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. اتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. اذا عجبتكم واذا شفتوا اني نستاهل فضلا وليس امرا، ما تنسونيش من الاشتراك في القناه، تعليق حلو يعني، ما تنسونيش من الدعم جام. ليسونسيال تبقى عندكم. المهم بلا ما نطول عليكم، ها هو الشكل النهائي. كما قلت لكم ديجا كنت نطيب وفيلميت لكم. كما راكم تشوفوا العجين راهو بجانب، يعني كنت ديجا خابزتهم ما كنتش مطيبتهم لانه كانوا رايحين ياكلوهم لي من الطاجين وما نلقاش واش نفيلم. مع السلامه الى فيديو اخر.